طبعا أصعب شيء بالدنيا هو الفراق، خصوصا إذا كان بشر متعلم عليه، أو مثل ما يكون يعني معتبره من أهلك، أو هو من أهلك أصلا كشيء عام. بعض الناس أو أغلبية الناس فرقوا هواي من أحبابهم، اللي مفارق أب، اللي مفارق أم، اللي مفارق أخ، أخت، حبيبة، ابن عم، ابن خال. هو شعور ما يحس بيه بس اللي عايشه. صح أنا وياكم إنه هو ابتلاء من رب العالمين ونعم بالله، بس نرجع ونقول هو شيء صعب بالبداية، مو بسهولة نقدر نتعايش وياه، ولا نقدر نتحمل من الصدمة الأولى. طبعا احنا مو معصومين شيء أكيد، العصمة بس للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. هواي ناس قالت انه من السهل، او مو انه من السهل، وانما بالبداية انه البشر وياك وانت متعلم عليه، نوبات الزعلة الضوجة قهرة، بس بنفس الوقت حاول قبل لا تضوج لك بشر انه اذا فارقت ايش راح يصير فيك. ثقوا واعتقدوا بالله، اذا مات مثلا يعني كشخص قريب صديقك او شيء، راح اشوف صديقك شلون ينصدم، شلون يسوي. قبل لا تتزوج بشر عزيز على قلبك، خلي نفسك بمكان هذا الواحد، قول له انا بداله وفارقت هذا الشخص العزيز علي. بهاي الحالة تدرون ما راح يصير بيناتنا زعل، ولا راح يصير بيناتنا اي نوع من الخلافات. طبعا هسه هواي يقولون هسه هذا ايش قاعد يحكي، بس يعني ثقوا واعتقدوا انه الفراق صعب، انه مو اي واحد يجي يقدر يعيش الفراق، ولا اي واحد يجي يقول مدة وتعدي. ترى شي يقهر ويجرح بنفس الوقت. نصيحة مني، حاول ما تبات او ما تنام على مخدتك اليوم اذا ما انت مرضي الشخص اللي ضايج منك. ترى الدنيا ما تسوى وخلصانة، كلها ايام وكل ما رايح الدار حقه. لان مهما كان الخلاف بينك وبين الشخص راح ترجع نفس الوقت تندم اذا فارقته. اللي غاضب امه يروح يبوسها يعتذر منها، خليه يطلب رضاها. اللي غاضب ابوه خليه يروح يراضي. اللي مزعل اخوه، اللي مزعل اخته، اللي مضوج حبيبته، اهم شي يكون من بات على الفراش اذا مو احنا ما عندنا شخص زعلانين من عنده. ترى والله العظيم الدنيا فانية، خوش ما يبقى شي بالدنيا. هو الصح نوبات البشر يجرحك بالكلام، اوكي انا وياك او وياك، صح نوبات حبيبتي يأذيك بالكلام، بس بنفس الوقت لا تنسين الايام الحلوة اللي قضيتوها. صح والدتك نوبات تحكي شي ضوجك بس هو لمصلحتك، بس لا تنسى ال9 اشهر اللي انت ببطنها. صح نوبات والدك يأذيك او يقسى عليك،
بس لا تنسى طلعته وروحته وجيته حتى يأمن لك اللقمة. وهواي ناس عندهم آباء وعندهم أمهات، بس بنفس الوقت شو الفايدة؟ هو عايش حياته لنفسه. خوش يعني المفروض انه احنا نكون عايشين حياتنا كشي واقع. لازم انه نبدي يوم جديد، وطبعا ثقوا واعتقدوا هاي اللحظة ما يحكي بيها وما يحسها الا المفارق شخص عزيز عليه. ونوبات لحظات الفراق الطول، بس خليه يتمرض الشخص اللي انت زعلان منه، خليه يصير ذي شيء، خليه مستفد شيء بسيط. راح تشوف نفسك اول الناس الواقفين وياه بالشدة مالته، راح تشوف نفسك اول المندفعين. واذا اذكرك يعني مثلا بالبارحة او قبله كنت تضوج منه وتكرهه، اذن انت تحب هذا الشخص، اذاك صح، جرحك، انا وياك، بس خلي ببالك انه اذا فارقته ايش راح يصير بيك، شنو الشيء اللي راح تعيشه بدونه. يا ريت واتمنى هذا الشيء، ما نخلي راسنا على الوسادة اذا ما احنا مرضين الناس اللي ضايجين من عندهم. صار لك فترة ما مراسل شخص ضايج منه، ذكره بمسج، ذكره بفت كلمة حلوة، لان هو بقلبك يمشي وياك. وما اعتقد انه يجي يوم اتخيل نفسي بعد اللي شفته واللي عشته خلي بشر يضوج من عندي. انا اول الناس. يا ريت كليتنا نعيش هذا الواقع يا رب. وان شاء الله انا اول واحد ما اخلي بشر ضايج من عندي ولا انتم. طبعا شكرا على استماعكم، واسف على التعليق. اخوكم ابن الاكابر.